العلاقات المغربية الأوروبية الحصيلة والآفاق بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين، والمزيد ضمن ريبورتاج فؤاد العسوسي. الندوة سلطت الضوء على واقع العلاقات المغربية الأوروبية في الوقت الراهن، واستشرفت آفاق التعاون المغربي ودول الاتحاد الأوروبي. هو نقاش أكاديمي احتضنته مدينة بني بوعياش نواحي الحسيمة. الهدف من تنظيم هذه الندوة هو خلق نقاش جاد بين مختلف المشاركين في الندوة من فاعلين جمعويين وباحثين وأخصائيين في العلاقات المغربية الأوروبية، وتسليط الضوء على مختلف المحاور التي تهم المغرب وأوروبا، كالبعد الأمني في العلاقات المغربية الإسبانية ومستقبل هذه العلاقات في ضوء أسئلة الذاكرة المشتركة. وجل العروض تناولت العلاقات المغربية الإسبانية التي شهدت في الآونة الأخيرة توترا. بعض المتدخلين أكدوا على ضرورة رأب الصدع عبر بناء نقاش واسع حول موضوع الإرث التاريخي المليء بأشكال الصراع، وكاد استشراف مستقبل التعاون الاستراتيجي بين البلدين. نعتقد جازمين في المركز بأن إنشاء ما يشبه لجنة للحقيقة مغربية إسبانية لمعالجة كل الملفات التاريخية العالقة سيكون خطوة أولى نحو علاقة متكافئة ندية وصلدة. النقطة الثانية وأن كيف يمكن أن نقنع الأصدقاء الإسبان السياسيين وحكوميين وغيرهم بأن يكفوا عن جعل المغرب ورقة في الانتخابات الداخلية. نعلم أن منطقة البحر الأبيض المتوسط خاصة غرب البحر الأبيض المتوسط تعاني من عدد كبير جدا من التهديدات والمخاطر الأمنية، خاصة قضية الهجرة السرية ووصول أعداد هائلة من المهاجرين الأفارقة إلى هذه المنطقة. إسبانيا يجب عليها أن تعامل المغرب كشريك حقيقي في مواجهة هذه التهديدات، ولا أن تعتبره كمصدر للتهديد. تناول موضوع مستقبل العلاقات المغربية الأوروبية بصفة عامة والمغربية الإسبانية بصفة خاصة هو مفتاح نقاش فتح بابه على مصراعيه لفهم الوضع الحالي لهذه العلاقات وتمييز أشكال التعاون الاستراتيجي بين المغرب وأوروبا. في الشأن السياسي تنعقد ببوزنيقة نهاية الأسبوع الجاري